هل ما يحدث مجرد نتائج أم بداية عصر جديد لكرة القدم العربية؟ في كل نسخة من كأس العالم تبحث الجماهير العربية عن منتخب يحمل أحلامها، لكن في مونديال 2026 يبدو أن الحلم لم يعد يقتصر على منتخب واحد. المغرب ومصر يقدمان حتى الآن مشاركة جعلت العالم يتحدث عن الكرة العربية. المنتخب المغربي الذي أبهر الجميع في مونديال قطر 2022 أثبت أن ما حققه لم يكن صدفة، فقد واصل عروضه القوية وتأهل إلى دور 16 بعد إقصاء هولندا بركلات الترجيح، ليؤكد أنه أصبح من المنتخبات التي لا تخشى مواجهة الكبار، والآن يستعد لمواجهة كندا من أجل حلم جديد بالوصول إلى ربع النهائي. أما منتخب مصر فقد كتب صفحة جديدة في تاريخه. بعد مباراة درامية أمام أستراليا، نجح الفراعنة في تحقيق أول انتصار لهم في تاريخ الأدوار الإقصائية بكأس العالم، والتأهل إلى دور 16 لأول مرة، في إنجاز سيبقى محفوراً في ذاكرة الجماهير المصرية والعربية. ما يميز المنتخبين ليس فقط النتائج بل الشخصية. المغرب يلعب بثقة ويستحوذ على الكرة ويضغط على منافسيه دون أي خوف مهما كان اسم الخصم، ومصر أظهرت روحاً قتالية كبيرة ولم تستسلم حتى في أصعب اللحظات، لتثبت أن الإيمان بالفوز قد يصنع التاريخ. ولعل الأجمل في هذه النسخة أن العالم لم يعد ينظر إلى المنتخبات العربية على أنها مجرد مشاركة شرفية، بل أصبحت منتخبات قادرة على المنافسة وإقصاء كبار اللعبة. هذه النجاحات ليست صدفة، بل هي ثمرة سنوات من العمل وتطوير المواهب والاحتكاك في أكبر الدوريات العالمية. اليوم الجماهير العربية تحلم. هل يستطيع المغرب تكرار إنجاز 2022 وربما تجاوزه؟ وهل تواصل مصر كتابة التاريخ وتحقق أكبر إنجاز لها في كأس العالم؟ الإجابة ستكون على أرض الملعب. لكن المؤكد أن المغرب ومصر قدما حتى الآن صورة مشرفة لكرة القدم العربية، وأثبتا أن المنتخبات العربية أصبحت رقما صعبا في المونديال. والسؤال الذي نتركه لكم: من المنتخبين تظنون أنه قادر على الذهاب إلى أبعد نقطة في كأس العالم 2026؟ المغرب أم مصر؟